في الفيديو ده هنعمل البوتوم نافيجيشن اللي هو قدامنا ده. دي المسميات بتاعتنا، دي اللي هي الام دي سكرين وجواها الام دي بوتوم نافيجيشن. الام دي بوتوم نافيجيشن اللي هي البانل اللي تحت دي، واللي جواها دول بنسميهم ام دي بوتوم نافيجيشن ايتم، يعني دول الايتمز بتوع البوتوم نافيجيشن، وبيبقى فيه ايكونز وليبل. اول حاجه هعمل اي متغير كي في يساوي، وبعدين بعمل 6 كوتيشن مارك وبكتب الاوامر جوه ال6 كوتيشن مارك. اول حاجه انا بعمل الام دي سكرين وبحط جواها الام دي بوتون نافيجيشن، وجوه الام دي بوتون نافيجيشن بحط الام دي بوتون نافيجيشن ايتم اللي هما الثلاثه دول. اللي بيقرا الاوامر دي وينفذها اللي هو البيلدر، فهنعمل امبورت للبيلدر ونيجي هنا في الفانكشن نقول له builder دوت لود string kv، يعني اقرا لي ونفذ لي الكي في. ولازم طبعا نعمل ريتيرن عشان الفانكشن تشتغل معايا. تعالوا نعمل رن، هنلاقي الثلاثه ايتم اتعملوا معانا بالشكل ده. تعالوا نغير لون الخلفيه للاسود من خلال السيلف دوت سيم اندرسكور cls دوت سيم اندرسكور ستايل دارك. انا عندي هنا بكتب دارك او لايت يعني ابيض، ودارك يعني اسود. تمام كده، نعمل رن هنلاقي البانل ظهرت معانا بالشكل ده، ودول الثلاثه ايتم. كل ايتم هنديله تكست وايكون. هقول نيم سكرين 1. الامر ده ليه؟ عشان خاطر لما اضغط على الايتم الاسم بتاعه يظهر فوق هنا اهو، وبعدين تكست ميل ده الاسم بتاعه، وبعدين الايكون هحط هنا الايكون اللي انا عايزها. الايكون دي بحطها هنا ازاي؟ بكتب اسمها ازاي او بجيب اسمها من فين؟ بدخل على الموقع ده وبعمل سيرش على الايكون اللي انا عايزها. انا هعمل سيرش على الجيميل، وبعدين هضغط على الايقونه وهعمل كوبي للاسم، وهروح للبرنامج واعمل بيست. وبعدين عايز احط الرمز ده اللي هو بيبقى فوق الايكون، بكتب الكوماند ده تمام، والنوميريك داش، وهنا في رقم. الرقم ده بيبقى من 1 ل10، وده الرقم اللي هيظهر فوق الايكون هنا. وهعمل باقي الايتمز بنفس الطريقه. طيب عايز لما اضغط على الميل دي مثلا يعني يظهر لي كلمة ميل فوق وفي المنتصف. طبعا كلمة ميل دي ليبل، فهكتب ام دي ليبل تكست ميل، يعني يظهر لي كلمة ميل فوق. طب انا عايزة تبقى في المنتصف، فهكتب اتش الاين، يعني المحاذاة بتاعتها في الارتفاع هو السنتر. تعالوا نعمل رن هنلاقيها ظهرت بالشكل ده، وهنعمل الباقي بنفس الطريقة. طيب لو عايزين نغير لون البانل بنكتب بانل اندرسكور كولر، وبكتب هنا الكود بتاع اللون اللي انا عايزه. طب اجيب الكود بتاع اللون من فين؟ هدخل على الموقع ده وهختار اللون اللي انا عايزه، وبعدين هعمل كوبي للكود. تمام كده. طيب عايز اغير اللون اللي بيظهر لما بضغط على الايكون بتاعت الايتم اللي هو اللون الابيض ده. بكتب selected color background وبكتب هنا الكود بتاع اللون اللي انا عايزه. بس كده ونعمل رن نلاقيه اتغير معانا بالشكل ده. طيب لون الكتابة هنا لما بضغط عليها بتبقى لونها ازرق، عايز اغير لونها، عايز اخليها اسود مثلا، فهكتب text underscore color underscore active، يعني لما تبقى active التكست دي يعني دايس عليها انا اديها اللون اللي هو ده. دول 4 خانات بحدد بيهم اللون، دول اللي هم الار جي بي والاوباستي، يعني انا بختار اللون هنا من خلال الار جي بي اللي هو الثلاث الوان دول. القيمه هنا من 0 ل1، يعني لو كتبت 1 0 0 1 يبقى كده لون احمر، 0 1 0 1 يبقى كده اخترت لون اخضر، وهكذا. فالقيم من 0 ل1 ممكن اكتب نسب، يعني ممكن اكتب 2 من 10 و3 من 10 و4 من 10 و1. الرقم الاخير ده اللي هو الاوباستي الشفافيه، لو كان 1 يبقى مفيش شفافيه خالص، لو كان 0 يبقى الشفافية 100%. فأنا هخليه 0 0 0 1، يعني لون أسود. تعالوا نعمل رن هنلاقيه بالشكل ده.